السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. لو عايزين تاكلوا بطاطسية حلوة جميلة وتبقى مقرمشة وتسمعوا صوتها كده، سامعين صوت البطاطس؟ هنجيب نوع بطاطس كويس قوي خاص بالقلي. لازم تتأكدي طبعا في السوق وانت بتشتري البطاطس ان هي بطاطس كويسة ونوعها كويس، يعني بطاطس جيدة للقلي. تمام. هنجيبها طبعا ونقطعها صوابع والكلام ده زي ما انتم شايفين معايا. شايفين لون البطاطس جميل ازاي؟ بس طبعا قبل كل ده هنسمي ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف عملناها ازاي. هقول لك على خطوات مهمة جدا، هقول لك على حاجات بسيطة جدا احنا مش واخدين بالنا منها، هنعملها مع بعض عشان تطلع البطاطسية زي ما انت شايفة كده، كمان عشان تطلع زي المطاعم بالظبط. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. زي ما اتفقنا نوع كويس من البطاطس يكون خاص بالقلي. شايفين البطاطساية جميلة ازاي؟ البطاطس المرملة دي، البطاطس اللي هي ام نقطة حمراء. كل يعني احنا ستات شاطرة، ستات المصريين شاطرة جدا وعارفين انواع كتيرة حلوة قوي في البطاطس وانواع كتيرة جدا. هنجيب البطاطساية ونقشرها كده كويس. طبعا قبل التقشير انا بغسلها وبنضفها كويس قوي، بنشفها من المية. تمام. وبنبتدي نقشر البطاطساية. وقبل ما نقطع البطاطس يا جماعة احنا بنغسل البطاطس، بشطفها من النشا كويس قوي كمان. وبقطع. قبل ما اقطع انا بشطف البطاطس كويس جدا. كمان التقشير لازم يكون جيد كمان، يعني فهماني، ما تسيبيش حاجة في البطاطس في القشرة. وبحطها كمان في مية، اصفيها من المية وانشفها. ونبتدي نقطع، باخد حتة صغيرة من الجنب ده والجنب ده، ليه؟ عشان البطاطسية تقف معايا على البلانشة. وابتدي اقطع. بنقطعها صوابع صغيرة، صوابع معقولة، لا تخينة ولا رفيعة. تمام. عشان كمان ايه ما تبتدي تقلي البطاطس ما تعملش، ما تطرش منك، ما تبقاش رفيعة، ما تبقاش واحدة تخينة وواحدة رفيعة، تبقى واحدة مستوية واحدة مقرمشة. انا بعملهم كلهم في مستوى واحد. لو انت عايزاها طبعا زي بتاعة المطاعم تبقى تقطيعها كلها واحدة في مستوى واحد وكلهم زي بعض. زي ما احنا شايفين البطاطسية كلها طول واحد، بسويها من الجنبين تطلع كده حبايبي. وبحطها كمان في مية. حد يقول لي ليه كل المية دي؟ انا بتخلص من النشا اللي في البطاطس عشان بتغير لون الزيت وبتخليه يتحروق بسرعة، وكمان بيتغير لون البطاطس. وبغسلها كويس زي ما انتم شايفين لون المية عامل ازاي. بحط لها معلقة ملح، معلقة خل، وبنقعها نص ساعة. هو ده سر القرمشة. ما عنديش بقى اي اسرار تانية. حد يقولك لا انا بحط نشا، لا انا بحط مش عارف ليه ايه، لا، هي دي الطريقة الاساسية. بننقعها نص ساعة في المية والملح وفي زيت غزير زي ما احنا شايفين. اهم حاجة الزيت يسخن جدا. وعلى ما يسخن الزيت انا بصفي البطاطس من المية وبجيب فوطة كده وانزل عليها بالبطاطس انشفها كويس جدا، تنشف من كل المية اللي فيها. تمام. واحدة كلينكس بقى تنشفيه بالفوطة، تنشفيه زي ما انت عايزة، بس المهم تتأكدي ان انت اتخلصتي من كل المية اللي في البطاطس. شايفين حبايبي؟ ده هيديكي نتيجة مبهرة ملهاش حل. ولا تقولي لي بقى في ناس بتعمل بنشا، في ناس بتعمل خطوات تانية طويلة، لا، هي بقشر البطاطسية واشطفها. كل ما بقشرها او اقطعها بشطفها بالمية كويس جدا واغسلها بحيث ان ما يبقاش فيها اي نشويات. تمام. بننقعها نص ساعة بالمية والخل، وبعدين نشفها كويس اوي ما فيهاش اي مية. وفي زيت غزير يسخن بدرجة عالية وانزل فيه بالبطاطس دي. واللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بقى لايك وشير وسبسكرايب. طبعا هيوصلكم مني كل جديد، كل الفيديوهات الجديدة هتوصلكم. هنا الزيت بتاعنا بدأ يسخن. لو انت بقى احنا كده بنجرب، لو انت رميتي حطيتي البطاطس في الزيت ونزلت سقطت تحت، لسه الزيت حبايبي ما سخنش. لو حطيتي البطاطس في الزيت وطلعت زي ما انت شايفة معايا، طلعت على وش الزيت، خلاص هو كده الزيت سخن كويس. بنسيبها بقى في الزيت تتحمر. شايفين اول ما تبتدي بقى تتفك من بعضها بتبقى جميلة ازاي؟ بدأت تتلون معايا. شايفين حبايبي البطاطساية شكلها عامل ازاي؟ كأنك جايبة بقى البطاطس اللي بتيجي في الوجبات من المطاعم،
اللي هي بقى اللي بتيجي مع كنتاكي، مع ماكدونالدز، مع المطاعم الفخمة. لا احنا مش محتاجين نطلع ناكل البطاطس بره، هنعملها في البيت عندنا. بصوا بقى اللون الجميل ده، اظن طبعا لون الشمس ده ملوش خيالي، ملوش وصف بصراحة. انا بالنسبة لي فرحت اول ما طلعت البطاطس بالشكل ده. هننزل بباقي الكمية لحد طبعا ما تتلون معانا زي ما انتوا شايفين. خلاص احنا كده خلصنا كل البطاطس بتاعتنا. شوفوا حبايبي، بتطلعي بقى على مناديل، بتطلعيها في مصفى، المهم تبتدي تنشف. نحط بقى خلطة البطاطس الجميلة زي اللي بتيجي من المطاعم بالظبط، بتشتريها من اي سوبر ماركت. شايفين الصوت الجميل ده؟ سامعينه اهو؟ ادي صوت البطاطس بقى، وادي البطاطس الجميلة اللي تتاكل على حق. هنعمل جنبها ايه بقى؟ هنعمل جنبها مايونيز. وعشان اولادنا واطفالنا بيحبوا مع البطاطس مايونيز كاتشب، هنعمل النهارده المايونيز بكميه كبيره شويه. انا بجيب بيضتين، تمام، كوبايه ونص زيت، بالمج العادي بتاع البيت اللي هو المج بتاع الشاي، عصره ليمونه، معلقه خل، ربع معلقه ملح صغيره. تمام، دي كل المقادير بتاعتنا النهارده في المايونيز. بحط الهاند بلندر على على البيض، على البيضتين، تمام. ما بهتمش ان انا اخليه على الزيت الاول. طيب انا ما عنديش هاند بلندر، هحط المكونات بتاعتي اللي هي الخل والملح والزيت والبيض في الخلاط، وهخلي الزيت اخر حاجة، وهنزل بيه سرسوم عشان يديني النتيجة دي. يبتدي يتضرب معايا، وشايفين هيتخن بقى وهيبقى جميل ازاي. بعدين برفع الهاند بلندر لفوق شوية، وببتدي الف كويس كده، تمام. شايفين كأني بعمل كريم شانتيه بالظبط؟ شايفين السمك وشايفين الجمال اهو. في الخلاط برضو بيبقى بنفس الطريقة، بس بنحط المكونات التانية، بنزل بسرسوب الزيت، بيديني طبعا نتيجة مبهرة وجميلة. ما بروحش اشتري بقى من بره وغلا. لا، البطاطس في البيت، بطاطس المطاعم، المايونيز في البيت، حاجة في منتهى الجمال. واشوفكم في فيديو جديد، وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.